السلام عليكم حبايب قلب ام يوسف. عامله لنا ايه النهارده يا ام يوسف؟ عامله لكم مكرونه عامله لها فيديو. ايوه يا حبايبي، مش مكرونه، مش اي مكرونه. بص المكرونه وطعمتها وحلاوتها وعايمه كده في الصوص بتاعها، تحفه تحفه تحفه. يلا بينا بقى هنشوف المكرونه ديت عملناها ازاي. حله على النار وحطيت فيها شويه زيت ونزلت عليها ببصلايه متخرطه بالشكل ده، واول ما البصلايه هتاخد معاكي لون هتنزلي عليها كده بمعلقه توم مفروم وقرنين فلفل كده للي بيحب بقى الحاجه سبايسي وكده وحاميه. للي مش حابب خلاص حطي مكعب مرقه، هتدي معاكي طعم للمكرونه تحفه تحفه تحفه. كمان معايا هنا حوالي كوبايتين كبار من صلصه الطماطم، طماطم معصراها كده في الخلاط. وكمان البهارات بتاعتنا اللي انا حطيتها، حطيت كده نص معلقه من الكمون، معلقه صغيره فلفل اسمر، وحطيت ملح وبابريكا. وكمان حطينا معانا كده نص معلقه من الزعتر، بتدي المكرونه بتاعتك بقى طعم تاني خالص. بعد ما نزلت كده بالمكرونه بتاعتنا، المكرونه هاتيها من نوع كويس كده يكونش فيه نشا كتير، يعني يكون نوع مكرونه حلوه. بس وبعد كده هتنزلي عليهم بقى بميه سخنه، بحيث ان انت تغطي كده المكرونه كلها زي اكنك بتعملي رز بالظبط. وهتبتدي كده تقلبي فيها واحده واحده كده عشان ما تلزقش معاكي في قعر الحله ولا تعجن. واول مكرونه كده هتخش معاكي في سوا توطي عليها النار. وكده المكرونه دخلت معايا في السوا بقت تحفه. بصوا يا جماعه المكرونه روعة، ريحتها حكاية وطعمها حكاية وعايمة كده في الصوص بتاعها، حاجة كده خرافة من الآخر. يا رب تجربي الوصفة وتعجبك. باي باي.